لا مش اطفال، فيش الخط ولا هي. تعالي 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 تعالي. قعدنا تحت الحيطان، لا شغلة ولا مشغلة، والعملية منشفة. الواحد عارف يعمل ايه. في الشغل قعدنا على طب سرقة، وما فشلنا في السرقة، أنا فيش نسرق، مش شغلانتنا نسرق. يا مساعدك لو تفرج. ايه الصيدلية؟ تعال نوديك الصيدلية عاد. تعال خش خذ هاي صغير خليه يفوت. هاي صغير لو مسكنانا نطوله أفكارنا خليه يفوت. بدها تعبنا معاه وليه. هاي الفجر ده بدها فجر شكله، مو بالمرة ضيع. تعمل عملية مرتين مرة واحدة يدوب بالمرة بعد. أي الفجر ده أي مصيبة. بعدين هلا يا أما. حلو. جيراننا كان عايز يروح الصيدلية. بنمسكوه بعدين. راح قال له تعالى بالراجل، قال له تعالى نوديها الصيدلية. راح خطفها ونعقدها لازم. ليش دعوة؟ تبقى قريبتي، ايه ليش دعوة؟ صاحبتي في المدرسة. ما شاء الله. لازم ننقذها ان شاء الله، هننقذها. انا زي ما قلت شكرا لك في الكرتون، ان شاء الله انا شفته ان شاء الله باذن الله. باذن الله الله. الباب ده مقفول، اما نشوفوا الباب كده. ده مقفول. هنعمل زي ما فتش كروم، بنتصرف بذكائي. مين؟ 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 مفيش حد. نخشه كده ممكن عند ابوها. استنى كده نبصينا، مش حد. بص هنا كده، حد. خلاص هنا الرجل. خش هنا كده. تعال مسكتك. تعال بقوا اثنين بدل ما بقوا واحد. تعال اقعد اقعد. ده انت عيل فجأة تقرفني شكلك. خفيشي ده انت هتقعد جنبي هذول هتقول خفيشي. استسلم براحتك. زي الفجر يا اخي تزهق. اقعد هنا اقعد. يلا يا الفجرير يا رب. مفيش عمل خطنا. برضو
عايز تحاول تهرب، تهرب فين؟ تهرب تروح وين؟ ده احنا في مكان مخدوع، فيش حد قاعد حوالي، فيش غيرنا قاعد. اقعد اقعد حبيبي، اقعد اقعد زي ما جيت اقعد أسبوع اقعد، صالح. زي ما جيت زي المثال، زي ما انت، زي اتصلت لحد انا وعرفت توصل مكاني ازاي. شفت كنت أكلمها وخطفتها. شفتني مشيت ورايا. آه. جدع جدع حبيبي، لا ذكي، هي ذكي وعرفت تجيبني. انا نشوفك، انا نشوف الموضوع ده عشان تعرف تروح من هنا سليم. دي رقم ابوك انت تكلمه عشان شوف ولده غالي عليه ولا مش غالي عليه. أنا مش هنديها لك. هي اللي مش هديها لك، هو بمزاجك. هات رقم ابوك وقول له كم رقم ابوك. 11. الو الو ايوه معاك واد اسمه محمد. طب عندي الواد. ايوه عندي. خطفه ليه؟ لا موضوع طول شرحه، انت ما عليك انت خطفه ليه. المهم عاوز ولدك، ولو ولدك غالي عليك قبل ما تطلع الشمس. تدفع حلوان الولد. حلوان ايه؟ حلوان ولدك. اي ولدك لحلوان، تدفع الحلوان بتاع الولد تاخذه. ولدك ما شاء الله ذكي باين عليه. عورني ضربني عورنا. عورتنا دي طبعا لازم تزيد مليون، بدل ما 5 مليون بقوا 6 مليون. 100 جنيه لا دولار يا أخي. ايوه دولار. سمعت ان انت راجل مقتدر ومعك فلوس، يعني 6 مليون مش هيعمل معك حاجة ولا هينزل من ميزانيتك حاجة. تلاقي عربية كونة هتحطهم على الفساح، حط الشنطة على العربية، هتمشي من هنا تلقى ولدك عندك. هذا وإلا تلقى الجثة عايمة عندك في التراب، وهنقول لك رميتها فين برضه، هنتصل. اللهم بلغت اللهم خش. أنا دي بلغتك وقلتك على هتجيب لي فساد ولدك هيرجع شخص لي، مش هتجيب لي فساد ولدك هيرجع جثة. نقتلكم ليه؟ احنا مش هنقتلكم. مين قال لكم نقتلكم؟ الحلال ما نفعش فقلنا نجرب الحرام، طلع الحرام ألعن من الحلال. انت كده هتدخل النار. ما كنا نخش النار يا بنتي. لا مش كلنا. ما مش معصومين احنا، لازم نقع في الخطأ. لا ده احنا مش أنبياء. لا ايوه احنا مش انبياء. النار ما كنا نخشوها. لا اللي يصلي ويزكي ربنا مش هيدخل النار، يدخل الجنة. ما فيش فلوس. طيب ما فيش فلوس ربنا هيديك اكتر من اللي انت عايزه. ما فيش، الدنيا مزنقة يا عم الفلوس دي رزق من عند ربنا. ايوه انا حافظ ايه وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله العظيم. صدق الله العظيم. ما برضه رزق، ما في فين الرزق؟ ما قلنا الرزق هندور على الرزق وهنسعوا، ما في شيء. كل يوم نطلع من طلعة الشمس لحد ما تغرب الشمس ما فيش شيء، شغل قاعدين ما شغالين شيء. اما البدة الهبة منين؟ البدة قتلت اصحابه وقعدت فيه. المفروض تتعدم على كده. نتعدم؟ نتعدم مين؟ عشان خاطر قتلت اصحابك. ما قتلت اصحابه ده من زمان، ما كنت لسه طالع الشقاوة الجيل، لسه هنقول ها فقتلت اول البداية قتلت. لو كان ما حدش قتلتم ودفنتم في الأرض دي. المفروض مت يا عم، دلوقتي تدخل الجنة ولا النار؟ بس يا بت
بس ما تحركش المارد الخير اللي جواي، خليه نايم. مارد الشر اللي صاحي بس حاليا. مارد الخير نايم، خليه نايم. مارد الشر اللي صاحي بس حاليا. مارد الخير نايم، خليه نايم. سامع أذان العصر وهل الناس تصلي ليه عشان تعبد ربنا تدخل الجنة. سامع أذان العصر. اخترت ليه يا عم زيد اخترت النار؟ ما اخترتش النار، هي احنا طلعنا في الدنيا ولقينا ده ولقينا ده، نعمل ايه؟ المفروض كنت اخترت الجنة، يمكن دي رسالة من ربنا. قوموا نتوضا ونصلي مع بعض. دي رسالة، وقوم نتوضا ونصلي مع بعض. يلا بينا توصلنا فيك يا استنى قبل ما نروح نصلي في حاجة مهمة ايه لازم نعملها. اقعد اقعد. اتصلوا بأبهاتكم وقولوا نعم التربية اللي تربيتوها لعيالكم، وعشان ما يقلقوش عليكم برضه. الو؟ ايوه، قلت لك انتظر مني مكالمة، بس المكالمة دي خير، ما فيش فلوس ولا حاجة، والبيت اللي معاه برضه هتروح معاه يعني خلاص. ونعم التربية ربتها ولدك والبيت اللي معاه صاحبته، نعم التربية، هما اتنين متربيين كويس وعارفين دينهم، خلاص تقدر تستلم ولدك بكرة ان شاء الله ولا النهاردة انا ابعت لك ولدك. يلا سلام. زي ما متعودين كل فيلم قصير ليه رسالة، وفي البداية حاب نشكر ريم ومحمد. ورسالة الفيديو ان كل انسان او كل شخص في جانب خير وجانب للشر، فالواحد ان هو يحاول ان هو يطلع الجانب الخير فيه، ما يطلعش الجانب الشر. لما تيجي تتعامل مع شخص تعامل مع الجانب الخير بتاعه، عشان ما تطلعش أسوأ ما فيه من الجانب الشر. ودايما الخير بيغلب على الشر في كل الأوقات وفي كل الزمان. وزي ما بعلم عيال اخواتي محمد وريم ان الخير دايما بيغلب على الشر، فانتوا تحاولوا تعلموا اولادكم ان الخير دايما بيغلب على الشر. وده كان الغرض الاساسي من الفيديو. طبعا لازم نسأل الشباب معانا او عايزين يقولوا حاجة. نبدأ بريم، عايز اقول حاجة يا ريم؟ انا عايز اقول لكل البنات اللي في سني ان هم ما يروحوش مع حد وما يطلعوش بالليل غير للضرورة، ولو في حد ما يروحوش مع حد، لو في حد يقنعوه ويخلي يعني لو كان شرير حتى يخلوه يبقى طيب ويقنعوه، ويحاولوا يتعاملوا معاه كده بطريقة حلوة ويتكوا على الجانب الخير. طبعا نشكر ريم ان هي قالت المعلومة دي للبنات. نسأل محمد برضو حابب يقول حاجة. انا عاوز اقول ان اي واحد شاف موقف زي كده يساعد الآخر، ما ينفعش خصوصا لو كان ولد عنده الشعر، لازم يكون مهم ليه، ولو شاف اي موضوع قدامه ما ينفعش يلتفت. نشكر محمد وريم. اشوفكم قصة جديدة، لو اي حد عنده قصة واقعية يبعتها لنا في الكومنتات او يبعتها لنا على رسائل الصفحة. ما تنسوش لايك وشير وكومنت، واشوفكم في جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.